بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يقال إن التاريخ أب للعلوم، والقراءة الاجتماعية والأدبية والاقتصادية والسياسية للأعصر يجعل الناس كما يتمتعون بعذب الأخبار وطيبها يستفيدون وينهلون ويكونون على بصيرة فيما يأتيهم. وسنحاول كما بينتم وفقكم الله على أننا في حلقتين متتابعتين إن شاء الله، هذا والأسبوع القادم، نسرد والناس في الصيف أخبارا عامة تمت في تلكم الأعصر. هذه الأمة أشرقت شمس النبوة في العام الأول للبعثة، مكث صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة 13 عاما، ثم أذن له ربه أن يهاجر فهاجر إلى المدينة فأسس هناك دولة الإسلام، ونقل جزيرة العرب نقلة عظيمة في معتقدها وفي ثقافتها وفي جميع أحوالها. قال شوقي: وعلمت أمة بالفقر نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعم. فأضحى أولئك الذين كانوا سابقا يرعون الأغنام ويعبدون الأصنام، أضحوا أئمة للدهر، أضحوا رضوان الله عليهم شامة في جبين الأيام وتاجا في مفرق الأعوام. الله جل وعلا يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. وقال له: إنك ميت وإنهم ميتون. أدى الأمانة، بلغ الرسالة، نصح الأمة، ثم ارتفعت روحه وقبضت إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نبدأ السرد التاريخي. آل الأمر بعده إلى الصديق أبي بكر، وأبو بكر خيرة أصحابه وكل أصحابه أخيار، وقد ولاه النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر معروف، ولاه الإمامة في الصلاة قبل أن يموت، فصلى أبو بكر بالناس أياما، ليست صلاة عارضة، أياما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. وقد جرت العادة أن النبي إذا خالف الأولى أن ينزل قرآن من السماء يعاتبه معاتبة لطف تبين له أنه خالف الأولى وتبين رفيع مقامه. قال له ربه: عبس وتولى، وقال له ربه: عفى الله عنك. لكنه لما قدم الصديق ليصلي بالناس ومكث أياما سكت الوحي، لم يأتي قرآن ينكر. فلما سكت الوحي، من الذي سكت؟ سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت الصحابة، فلم يقم أحد يعترض على إمامة أبي بكر. وفي هذا تتويج من الله ثم من رسوله صلى الله عليه وسلم ثم من الصحابة لهذا الصديق والمقام الذي هو فيه. أي الأمة جميعا في أوج عصرها. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما كان من أمر السقيفة، والسقيفة سقيفة بني ساعدة، وبنو ساعدة بطن من الخزرج، كانت لهم ظلة موجود مكانها إلى اليوم إلى الشمال الغربي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في آخر ما يعرف الآن بالساحات التوسعة، وموجود مكانها نخل، ولم يقم عليها بنيان، يعني لم يتملكها أحد إلى يومنا هذا. يقصد ذلك فضيلة الشيخ؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يثبت أنها ملكه، فبقيت كما هي. وإن كنت لا أدري تحديدا كيف تم هذا، يعني رحم الله إنسان وقف عندما يعلم، لكن القضية إلى الآن فيها نخل وشجر ومسورة ومكتوب عليها سقيفة بني ساعدة، قائمة شاهدة على الشورى في أوج أحوالها. في تلكم السقيفة بويع الصديق رضي الله عنه البيعة الخاصة، ثم على المنبر بعد ذلك بويع البيعة العامة، بايعه الصحابة وبايعه الناس رضوان الله تعالى عليه. مكث في الحكم في الولاية وهو أول خليفة لهذا الحال، فيدعي أنه مثل النبي، يعني أشد الناس نكيرا لهذا الأمر سيكون أبا بكر رضوان الله عليه، فسجد شكرا لله. هذا كحدث سياسي. من الأحداث التي وقعت أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه متأولا قتل مالك بن نويرة، ثم لما قتله قالوا إن أخاه متمم أتى إلى المدينة
ينكر صنيع خالد ويشتكيه إلى أبي بكر، فأدرك أبا بكر وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، فلما فرغ أبو بكر من صلاته وسلم قام متمم يرثي أخاه ويعاتب أبا بكر، طبعا أنا هنا ناقل، فقال: أدعوته بالله ثم غررته، لو هو دعاك بذمة لم يغدري. كان خالد قد أمر ضرار بن الأزور أن يقتله. نعم القتيل إذا الرياح تناوحت خلف البيوت قتلت يا ابن الأزور. وأخذ يمدح أخاه وقال: أدعوته بالله ثم غررته، لو هو دعاك بذمة لم يغدري. فتبرأ أبو بكر من هذا وقال: والله ما دعوته ولا غررته، يعني ما كان هذا بعلم مني، إنما اجتهد خالد فتأول. فدمعت عينه العوراء ميتة ودمعت، واتكى على سية قوسه. هذا من متمم. عمر رضي الله عنه كان يلحظ الموقف، فأعجب ببكائه على أخيه. وكان عمر قد فقد أخاه زيد بن الخطاب في حروب الردة، فأحب أن يقول شعرا أي متمم في أخيه زيد. وقد كان أعجب عمر شعر متمم في رثاء أخيه، وقد قال فيه قصيدة عينية أممية طويلة جدا مشهورة في الأدب العربي، وفيها من أبياته يعني الشهيرة يذكر أنه ما كأننا يعني بتنا ليلة معا، كأني ومالكا إلى الدهر لم نبت ليلة معا، يعني بعد الفراق ما كأنه مرت لحظة. فقبل متمم ورث زيدا، لكن شعره في زيد لم يكن كشعره في أخيه، فقال: يا عمر، لم يكن عمر يوم ذاك خليفة ولا أميرا للمؤمنين، كان في زمن الصديق، إنه لا يحركني لأخيك ما يحركني لأخي. وهنا يستفيد الإنسان إن الشيء أحيانا إذا كان تكلفا لا يمكن أن يستمر. هذا الغاية من لقائنا هذا أدب الحديث. يقول المتنبي: ليس التكحل في العينين كالكحل، ليس التكحل في العينين كالكحل، والله يقول لنبيه: وما أنا من المتكلفين. صحيح أن الإنسان يحمد له أحيانا بعض المواقف أن يشارك أهل الأفراح فرحهم وأهل الأحزان حزنهم من إخوته المؤمنين، لكن ثمة أشياء لا يمكن اصطناعها. لا يحركني لأخيك ما يحركني لأخي. ثم قال له: والله لو أن أخي مات كأخيك لما رثيته، لأن زيدا مات شهيدا واضحا، أما أخوه فقد قتل على أنه كافر، يعني تأولوا أنه كافر فقتلوه، كانوا يظنون أنه كافر. لو علمت أن أخي مات مثل أخيك لما رثيته. فقال عمر: والله ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به. الله أكبر. والكلم إذا كان نفيسا يفقهه العقلاء، يفقهه النبلاء، والإنسان كلما قرأ واطلع على كلام الأكابر وتعبيرات الأجلاء وعلى القرآن في المقام الأول وبلاغة المصطفى صلى الله عليه وسلم تأثر قلمه ولسانه، فأظهر ذلك جليا في كتابته، وأظهر ذلك جليا في أقواله. ترى على أقواله يتوخى القرآن ويتوخى السنة، تجد الألفاظ النبوية والألفاظ القرآنية سائرة على لسانه، وهذا فضل من الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. يزيد الإنسان على ذلك أن يقرأ في كتب الأدباء وتراجمهم وأقوالهم وأخبارهم، والمكتبة العربية الإسلامية زاخرة بالكتب التي عنيت بهذا، وإن لا يمكن أن تصفو صفوا كاملا مثل عيون الأخبار لابن قتيبة، والكامل للمبرد، والعقد الفريد لابن عبد ربه، والأمالي لأبي علي القالي. وهذه ينبغي لمن يعني يريد أن يتفقه أن يقرأ فيها كثيرا، وبحمد الله وفضله يعني ربما الإنسان قرأها عشرات المرات منذ زمن الصبا، ومع ذلك تبقى معه إلى الآن في أسفاره وغدواته ورواحه، يقرأ فيها حتى يهذب نفسه ويعلمها وينطلق لسانه، والموفق الله. فهذا مما وقع في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. مات الصديق بحمى أصابته، وبعض أهل العلم والروايات يقول إنه طعم مع الحارث بن كلدة طبيب العرب المشهور، فشرب ما يعرف بالحريرة، وهو إلى الآن هذا الحساء يعمل. فلما تناوله قال الحارث لأبي بكر: يا خليفة رسول الله،
لقد شربنا أو طعمنا أنا وأنت سم حول كامل، يعني الطعام فيه سم لكنه سم حول. كيف عرف هذا؟ فراسة صنعة، والعرب تقول أعطي القوس باريها، ولكل مجال جعل الله له فرسانا وخيلا تجري في مضماره. المهم أن الإنسان لا يجري في مضمار لا يحسنه حتى لا تظهر عورته. فالصديق سكت، فيقال إن الحارث بن كلدة والصديق رضي الله تعالى عنه مات في يوم واحد، كما قال الحارث سم حول. ثم أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وقد مر معنا هذا. كتب الصديق بالخلافة للفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستشار الناس قبل أن يكتب هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك عهدا منصوصا عليه للصديق، لكن الأمارات العلامات صحبته رضوان الله عليه في الغار وغيرها دلت على أن الأمر يفيء إليه، وقد حصل. لكنه هو نفسه كتب كتابا نص فيه على خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد أن استشار الناس، وبرأ نفسه أنه لو تغير عمر لا علم لي بالغيب، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وعمر رضي الله تعالى عنه ولله الحمد والمنة ثابت لم يتغير، مات شهيدا رضوان الله تعالى عليه، لكن أبا بكر يحتاط لنفسه، فكتب كتابا أوصى فيه لعمر لعلمه أنه أحسن الناس لهذا الشأن، لكنه بعد ذلك كتب قال إن أحسن فهذا ظني به، وإن بدل أو غير فلا علم لي بالغيب. وهذا يأخذه الإنسان في الشهادات الآن الأحوط. وعندما يأتيك إنسان الآن يستشيرك في فتى يريد أن يخطب منه ابنته، فيكون كلامك مقيدا، تقول لا أعلم عنه إلا خيرا، هو متزن، هو مصل، هو مستقيم. فإن لا قدر الله بعد ذلك تغير الفتى فجاءك والد الفتاة يلومك، قلت له أنا شهدت وقتها وشهدت على ما رأيت، شهدت على ما رأيت، ولعل غيبه باطنه إلى الله عز وجل. نعم. ومع ذلك قد يأتي الإنسان يتقلب الأحوال، تتقلب، صحيح، ولا يلام الإنسان في شيء وقع بعدما تكلم، لا يلام. نعم. لأنه لا علم لأحد بالغيب. فقال الصديق وإن بدل أو غير فلا علم لي بالغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا يكتبها أبو بكر للمسلمين في زمنه عن عمر، حتى يعلم كيف كان الصحابة يحتاطون لدينهم، لأن الدين رأس مال العبد.